في حلقة جديدة من حلقات التحري كازانوفا. حلقة اليوم عن الإهمال والحوار. يا ديدي يا بنتي، انت هتفضلي كده قاعدة قدام الكمبيوتر؟ ده حتى عينيكي تتعب كده. معلش يا ماما، اصلي بكلم اصحاب ليا وبعمل شوية حاجات كده على النت. يا بنتي انت كل يوم تقومي من النوم على الكمبيوتر ويا دوب تسيبيه ساعة النوم، وده غلط. لازم تهتمي شوية بجوزك وحياتك، مش كده؟ وهو انا مقصرة في حاجة يا ماما؟ حد طلب مني حاجة وقلت لا؟ بس كيزو طول النهار في شغله وتوتة في مدرستها وانتي في المطبخ اللي مش عايزين يدخلوا. طب اعمل ايه انا؟ بس اديني بسلي نفسي وبضيع الوقت. هو انا كنت قلتلك ما تدخليش المطبخ يا مرات ابني؟ الحق عليا ان عايزه اريحك، وبقول لسه عروسه جديده سيبيها تفرح. لا يا ماما، انا عارفه ان ده بيتك وانتي عايزه تعملي كل حاجه في بيتك. ايه يا ماما؟ ايه يا ابيض ديدي مالكم؟ ولا حاجه يا توته، ده كلام كبار. ادخلي انتي ذاكري تاني؟ هو انا كل ما اسالكم في حاجه تقولوا كده؟ انا مش صغيره. مفيش حاجه يا توته. ايه يا جماعه، انتوا هتكبروا الموضوع ليه بس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا جماعة، في ايه؟ وموضوع ايه اللي هيكبر ده؟ انت لازم تشوف لك حل في اللي بيحصل لي ده يا كازو يا ابني. وهو ايه بس اللي بيحصل يا ماما؟ انتي هتكبري الموضوع كده ليه؟ في ايه بس يا امي؟ في ايه يا ديدي؟ ما تفهموني يا جماعة. ديدي مراتك كل يوم من اول ما تقوم لغاية لما تنام وهي على المحروق الكمبيوتر ده، ولما بقول لها خلي بالك من جوزك وحياتك زعلت وادتني موشح. انا يا ماما والله ما حصل يا كازو. انا كل اللي قلته انك في شغلك وهي وتوته كمان مشغولين، فانا بضيع وقتي على الكمبيوتر والنت. اعمل ايه يعني؟ اطق من القعده لوحدي؟ وانا كمان لازم تشوفي حي في موضوع صغيره دي. مش كل ما اجي اكلم حد يقول لي انت صغيره. انا كبيره وبفهم كل حاجه. ممكن بقى لو سمحتوا تهدوا كلكم؟ انا جاي من شغلي تعبان، مش معقول ارجع على مشاكل في البيت كمان، وده مش اسلوب تفاهم ولا حوار ابدا. يعني ايه يا كازو؟ انت هتنصرها عليا ولا كلامي مش عاجبك ولا ايه بالظبط؟ انا ما قلتش كده يا امي، انا بقول نتكلم بهدوء وكل واحد يحاول يفهم وجهة نظر التاني، مش يتمسك بوجهة نظره بس. هي مش خناقة، ده حوار، واكيد كلنا عايزين المصلحة وعايزين نعيش سعداء بعيد عن المشاكل. والله انا ما عملت حاجه يا كازو علشان كل ده يحصل، وهي فيها حاجه لما افتح الكمبيوتر؟ ما انا ما عنديش حاجه تانية اعملها يا ناس. ايوه فيها يا ابيض ديدي، كفايه اني مش عارفه اي عبزمه خالص. اعمل ايه يعني؟ هو محدش حاسس بيا في البيت ده ليه؟ يوه انا غلطانه. خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه وانا مالي، انتم احرار مع بعض. ممكن نهدى بقى بجد؟ ده مش اسلوب مناقشة. انا اللي فهمته انك زعلانة يا ماما ان ديدي طول الوقت قاعدة على الكمبيوتر. لا يا ابني، وانا هزعل ليه؟ هي حرة. انا كنت بنصحها لكن يظهر ان كلامي تقيل عليها. يا ماما لا تقيل ولا حاجه، انا كنت بفهمك ليه انا بعمل كده. تمام كده، كده بدأنا نتكلم صح. وديدي وقتها فاضي طول النهار عشان كلنا مشغولين وهي لوحدها، وده مضايقها فعلا والله يا كازو، وبحاول اقتل الوقت بس مش اكتر. وتوتة زعلانة اننا دايما شايفينها صغيرة، وكمان مش عارفه اي عبزمه خالص. شوفيكوا حي بقى، دي بقى تعيتها تأثر العمر. تأثر العمر. ماشي يا لمضة. عارفين بقى حل الموضوع ده كله؟ هو انكم تقضوا الوقت مع بعض. انت يا امي تسيبي ديدي تساعدك في شغل البيت، من ناحية تضيع وقت ومن ناحية تانية ترتاحي شوية. وانت يا ديدي حاولي تتقربي منهم، حاولي تساعدي امي، او حتى تذاكري لتوتة لما ترجع من المدرسة. في كذا حاجة تانية بدل النت تضيعي فيها وقتك. وانت يا توتة هجيب لك جهاز لوحدك في اوضتك تلعبي عليه زي ما انت عايزة، بس اوعي ده
يأثر على مذاكرتك. يعني في الاخر طلعت انا اللي غلطانة، وانا اللي بخليها تقعد قدام الكمبيوتر كده. انا مش قصدي يا امي، اديها بس مجال انها تلاقي حاجة تانية تضيع فيها وقتها. اما انت يا توتة فعيشي سنك وبس، واكيد احنا بنحبك وعارفين مصلحتك، وكل حاجة هتعرفيها بس في وقتها. حاضر يا ابي كازو، بس اوعى تنسى تجيب لي كمبيوتر زي ما وعدتني. حاضر يا توتة. وانت يا ديدي حاولي تتقربي منهم، انت خلاص بقيتي جزء من البيت ده، ما تتعامليش على انك ضيفة او غريبة فيه. حاضر يا حبيبي اللي تشوفه. وانا ولا عنت هتدخل في حاجة، وكلكم كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. يلا يا توتة روحي ذاكري. يا لهوي جننتوني. كازو هو انا صحيح مهملة فيك؟ عايزة الحق يا ديدي، انا مرضتش اتكلم قدام امي عشان ما احرجكيش. انت بتقعدي على الكمبيوتر زيادة قوي حتى وانا موجود في البيت، واخدك من كل حاجة حتى مني. انا؟ معقولة؟ لا مش بيحصل طبعا. لا بيحصل. احنا حتى في عز المناقشة اللي كانت دايرة دلوقتي كنت بتسمعي وبرضه شغال على الكمبيوتر. يا ديدي كل حاجة ليها وقتها. احنا بنقعد على النت فترة مع بعض، بنسلم على اصحابنا ونساعد اللي عنده مشكلة او قضية، لكن مش معقول وقتنا كله يكون عليه. في حاجات تانية اهم لازم نعملها في حياتنا. بصراحة انا لما بقعد عليه بنسى الدنيا وبياخدني قوي ومش بحس بالوقت خالص. وليه ما نبهتنيش قبل كده يا كازو؟ وشايل في نفسك كده ليه وساكت؟ لا يا حبيبتي، مش شايل في نفسي ولا حاجة، بس الشيء بالشيء يذكر، وعمر الاهتمام ما يطلب، ده بيطلع خالص من جوه الناس لبعضهم. انا اسفة يا حبيبي، ووعدك من النهاردة مش هخلي الكمبيوتر والنت يتملكوني كده تاني، وهوازن بينهم وبين دوري كزوجة بتحب جوزها وبتقدره وبتحترمه وعايزة تساعده. ياه، شفتي لما الحوار بيكون بهدوء وكل واحد بيفهم التاني الامور بتبقى سهلة وتتحل ازاي. عندك حق يا كازو، كل حاجة بالتفاهم بتبقى سهلة وبسيطة. وزي ما قلت من شوية احنا مش في معركة او حرب، لازم كل واحد يسمع اكتر ما يتكلم، وكمان ممكن يكون هو اللي غلطان ويستفيد من كلام اللي قدامه، وخصوصا لو كان انسان بيحبه وخايف عليه. تمام كده يا ديدي، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وكل ابن آدم خطاء، بس احنا نفهم كده. طب تعالى بقى، لان في ناس مستنيينك من بدري عندهم قضية، وانا قلت لهم اول ما كازو يجي هقوله. ناس مين دول؟ واحد اسمه العصبي، وفعلا كان بيتكلم بعصبية شديدة، واهو البي ام بتاعه اهو انا ما قفلتوش، شوفوا بقى عايز ايه. حاضر يا ديدي. ايوه يا استاذ عصبي انا معاك. خير؟ ويجي منين الخير وكل حاجة حوالين الإنسان تعصب وتحرق الدم؟ لا ما تقولش كده، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر ابن آدم فإن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدايما قول خير، لأن كل اللي يجيبه ربنا سبحانه وتعالى لينا أكيد خير. وكفاية أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يأتيكم من خير فمن الله وما يأتيكم من شر